بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر، أرحب فيها بضيف الدائم سماحة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. أهلا وسهلا، حياك الله. تحدثنا في الحلقة الماضية عن نواقض الإسلام 10 وفصلنا فيها، ونبدأ اليوم مع شيخنا الفاضل في نفس الموضوع بتفصيل أكبر. بعد هذه بدء شيخنا، دعنا نسأل: ما هي أهمية معرفة المسلم لهذه النواقض 10؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل الدخول في معرفة أهمية هذا الموضوع، دعني أضيف بعض الإضافات تكملة لما سبق في حلقتنا السابقة. حديثنا عن موضوع المكفرات أو النواقض يحتاج إلى بعض التذييل فيما يتعلق بالأعيان. أن بعض الناس لا يفرق ما بين تكفير الأفعال والأقوال وما بين تنزيل ذلك على الأعيان، فيشكل على كثير من الناس عندما نقول والله هذا الشيء كفر. يأتي من ليس أهلا للتنزيل فيقوم مباشرة يكفر الشخص الذي وقع منه هذا الفعل. نحن هذه نحتاج أن ننبه فيها، وعلى طالب العلم عليه أن لا يتعجل في تنزيل هذه الأمور على الأعيان، ولأن ذلك يلزم منه على كل أحيانا فساد كبير، يعني في أنك تكفر شخصا قد يكون ليس مستحقا على التعيين. فهذه مسألة مهمة جدا. فتكفير الأعيان يتطلب شروطا وموانع، يعني يستلزم استيفاء شروط وانتفاء موانع. هذه مسألة مهمة، وبالتالي ليس كل من فعل كفرا أو قال كفرا يلزم مباشرة أنه كفر. هو ارتكب فعلا مكفرا، ولكن حتى نوقع عليه الحكم لا بد أن تكون هنالك شروط معينة وتنتفي كذلك موانع معينة. من الشروط مثلا أن يكون هذا الشخص الذي وقع منه الفعل عالم بما يفعل، عالم بأن هذا الذي فعله هو مكفر من المكفرات. فإن كان جاهلا علم ولا يقع عليه الكفر. وقد يكون مكرها، فالإكراه مانع من موانع التكفير. وقد يكون أحيانا مختارا، عالما مختارا. وقد يكون أحيانا ناسيا، أحيانا النسيان مانع من موانع. فعلى كل، موضوع الشروط والموانع مسألة مهمة جدا حتى نقول بأن والله هذا الشخص تحققت عليه، لأنه كما يقول العلماء: من ثبت له عقد الإيمان بشكل صحيح ويقيني لا يمكن أن تزول عنه هذه الصفة بشكل مشكوك فيه. لا بد أيضا أن يكون هنالك يقين في أننا نخرج هذا الشخص من هذه الدائرة التي دخل فيها. وبالتالي الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا وقع منه مكفر من المكفرات فإنه يتم مناقشته ويتم الحوار معه. إذا كان جاهلا علم، إذا كان ناسيا ذكر، وإذا كان مكرها أيضا تبين وجه إكراهه، وهل ينطلق في قناعاته من انشراح الصدر كما قال القرآن: ولكن من شرح بالكفر صدرا. هل منشرح لما ذهب إليه أم أنه والله لا، هو لا يدرك أصلا أن ما وقع فيه كان كفرا؟ لأن كثير من الناس للأسف الشديد نتيجة ضعف اهتمام الناس بقضايا التوحيد وتدريسها على مستوى المساجد وكذا، تجد بعض الناس يقول لك أنا لا أعرف أصلا شيء اسمه نواقض الإسلام. أنا يمكن أن أعرف نواقض الوضوء لكن لا أعرف نواقض الإسلام، لأن لا نعلم للأسف الشديد في مساجدنا هذه الأمور بشكل مرتب حتى يستطيع الطالب أو يستطيع المكلف المسلم معرفة هذه الأمور. هذه أول نقطة مهمة جدا ونحن ننبه لها من باب أول. الأمر الثاني أيضا، بمجرد أن يقع الإنسان في الكفر أو يقع في الردة،
هل يلزم من ذلك أن هذا الشخص حبط عمله بشكل مباشر؟ يعني شخص 20 سنة في الإسلام يعبد الله ويصلي ويصوم، وقع منه ناقض من النواقض، أو وقع فيه ردة وتثبتنا بأن ردته حقيقية وقع، هل مباشرة هذا الأمر يؤدي إلى حبوط عمله؟ هذه مسألة أيضا لا بد من معرفتها. الصحيح خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك أن الشخص الذي يقع منه المكفر لا يحبط العمل إلا أن يموت عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم من بعد إيمانه إلا ويموت وهو كافر، ويموت وهو كافر، اللي هي الآية التي يقول فيها الله سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو إيه؟ فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن الصحيح، ما الذي ذهب إليه ابن مالك هذا؟ الإمام مالك يرى أن أخذ بالإطلاق، لكن أصوليا مناقشة هذه المسائل لا بد في الجمع ما بين النصوص المقيدة والنصوص المطلقة. هنالك نصوص مطلقة تجعل كل من كفر بالله يحبط عمله، وهنالك نصوص تبين لنا أن حبوط العمل يتعلق بالموت، كمثل هذه الآية التي، وبالتالي الآيات المطلقة تحمل من ناحية أصولية على الآيات المقيدة، مثل هذه الآية التي ذكرناها، يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب واتحد الحكم، وهذا هو الوارد الآن في معظم الآيات. هنالك اتحاد في الأسباب، إنه الموضوع هو كفر وهو كذا، اتحد في الحكم اللي هو حبوط العمل، فإذا اتحد في السبب واتحد كذلك في الحكم فإن ذلك يؤدي بنا إلى أن نحمل هذا المطلق على إذا كان هنالك اختلاف في الأسباب ممكن يكون هنالك اختلاف في الحكم، وبالتالي ما ذهب إليه وكثير من المالكية حتى الذين جاءوا بعد الإمام مالك عليه رحمة الله، مثلا الآن كالمعاصرين الشيخ الشنقيطي مثلا، يرى بأن ما ذهب إليه الشافعية وغيرهم في هذه النصوص أقرب إلى الناحية الأصولية مما ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله رغم مقامه وإمامته. إذن هذه نقطة ثانية أيضا لا بد من الناس أن يلتفتوا إلى هذا الجانب، حتى أيضا كثير من الناس يتصور بأنه والله بمجرد وقع منه خلاص، الله سبحانه وتعالى حكم عدل عليم، ومن عدله أن الإنسان سبحان الله الأعمال التي قام بها من خير أو شر على ما مات هذا الشخص، إن مات على الكفر والعياذ بالله فعلا يؤدي ذلك إلى حبوط الأعمال، وإن مات على الإسلام فإن كل الأعمال التي قام بها الله سبحانه وتعالى يحفظها له وتكون بإذن الله عز وجل في سجل حسناته. هذا من حيث الإضافة اللي حقيقة أردت أن أبينها في هذه الجزئية. بس قبل الانتقال إلى السؤال الآخر، ذكرت الشروط في البداية: النسيان والجهل والإكراه، هل هي محصورة في هذا أم لا؟ لا يمكن أن تكون هنالك غيره، لكن هذه أهمها العلم المنافي للجهل، الاختيار المنافي للإكراه، نعم، الذكر المنافي للنسيان. هذه ثلاثة أساسيات جدا، يعني حتى إذا كانت هنالك قضايا أخرى ستجد أنها تدور حول هذا الأمر يعني. لكن نأتي إلى سؤالك فيما يتعلق بالأهمية. نعم، بلا شك أن تكتسب هذه القضايا التي تكلمنا فيها نواقض الإسلام تكتسب أهميتها، بل ربما نقول بأن كل ما يتحدث عنه الفقهاء من دروس في الفقه عن الصلاة ونواقض الصلاة ومبطلات الوضوء وغير ذلك، وكذلك باقي الأحكام نواقض الصيام، أهم من كل ذلك أن نتعرف على نواقض لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن العبادات تتأسس على هذا الركن الركين، تتأسس على ركن توحيد الله سبحانه وتعالى، ثبوت الإسلام، بقاء الإنسان في دائرة الإيمان، يتأسس عليه قضية الأعمال. فإذا كان فرطنا في هذا الجانب ولم نبالي به لا تعليما ولا اهتماما، ولا أيضا نحاول أن نبين للناس في مساجدنا، فإن ذلك من القصور الكبير الذي حقيقة ربما وقعت فيه الأمة للأسف الشديد نتيجة تعظيمها أحيانا للفرعيات على قضايا الأصول. هذه قضايا من الأصول اللي هي أصول الإسلام وأصول الإيمان وأصول الكفر، هذه كلها لا بد المسلم أن يتعلم. قبل أن يتعلم نواقض الصلاة ونواقض الوضوء يجب عليه أن يتعلم نواقض الإسلام، وهذه مسألة مهمة جدا. وبالتالي لماذا نقول ذلك؟ لأن نواقض الإسلام يترتب عليها أنك تخرج من الدائرة،
تخرج من الدائرة. باقي الأعمال النواقض قد لا تخرجك أصلا من الدائرة، يمكن أن تكون أنت داخل الدائرة وأنت مخطئ، لكن النواقض التي تؤدي إلى خروج الإنسان من دائرة الإسلام لابد من الالتفات إليها والاهتمام بها. وللأسف الشديد نتيجة ضعف الأمة في بيان هذه الأحكام تجد هنالك الآن من النواقض الكبرى التي تقع فيها الحكومات ويقع فيها الحكام وتقع فيها الأحزاب، مثل الناقض الذي ذكرناه، ناقض مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. تجد الآن كثير من الدول للأسف الشديد ما تبالي أصلا بأنها والله يمكن أن تتحالف مع النصارى، تتحالف مع المجوس، تتحالف مع الهندوس، وتتعاون معهم ليس فقط في مجالات الاقتصاد والأمور، لا، ليست هذه القضية، بل بعض الدول تجدها تشارك مباشرة في القتال. هذه بلا شك أنه ردة، ولكن للأسف الشديد لا الشعوب تفتكر أنها ردة ولا الحكومات تتعامل معها أصلا على أنها على أنها ردة، إما لأنها أصلا لا تبالي في حركتها السياسية وحركتها العسكرية وحركتها الاقتصادية، لا تبالي بأحكام الإسلام، إنما تنطلق من أهوائها وتنطلق من مصالحها بعيدا عن حكم الله في الموضوع. وأيضا إما أنها قاصدة تماما أنها لما تفعل، فهي لا تبالي بأحكام الله، بل ربما بعضهم والعياذ بالله قد ولغ في الكفر وبلغ من الكفر مبلغا. جميل. هل تختلف نواقض الإسلام العشرة من فرد لآخر إذا قلنا مثلا بحكم اختلاف المذاهب وما إلى ذلك؟ هي يعني النواقض الأصل فيها أنها ليست قضايا فرعية، يعني معظم هذه النواقض التي نتكلم عنها الأصل فيها أنها كليات. الكليات من حيث الأصول قد لا يكون فيها اختلاف، حيث الأصول قد لا يكون فيها، لكن عند التفريعات في تفريعات المسائل قد يكون هنالك قد يكون هنالك بعض الاختلافات، مثل من يرى أن والله مظاهرة مثلا يربطها بالاعتقاد، إنه والله مظاهرة المشركين حبا لدينهم وكراهية للإسلام، فلا يعتبر الناقض هنا ناقضا عمليا فقط، ناقضا عمليا، إنما يراه ناقضا اعتقاديا. فهنا يأتي اختلافات في هذا الجانب، يعني هم متفقون على أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين إذا قصد منها كراهية الإسلام وحب الكفر هذا كلهم تقريبا يكفرون، لكن إذا قصد منها فائدة مالية، كسبا شخصيا، وجاهة معينة، كما فعل حاطم بن بلتع مثلا أنه يريد أن يقدم يدا، هذه فبعضهم ينظر إلى أن الكفر، وهذه الإشكالية طبعا ستعود بنا إلى الجماعات أو الفرق الإسلامية في تعريفها للإيمان. فالذين يعرفون الإيمان بأنه التصديق مثلا، يعتبروا أنه والله والكفر أساسه التكذيب، لا يدخلون الأعمال في مسمى في مسمى الإيمان، وبالتالي لا يدخلون في النواقض القضايا العملية، يدخلون القضايا الاعتقادية. هذه ممكن تحصل على كل، نجد فيها فروق بين المجموعات وبين الكيانات، لكن أيضا في جانب آخر سيكون هنالك اختلاف مثلا حول أيضا تنزيل هذه الأمور على الأشخاص، قد يكون فيها اختلاف. ستجد أنه والله عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ أو داعية من الدعاة يرى بأن العنوان صحيح، أنه والله المكفر من حيث هو صحيح، لكن انطباق هذا المكفر على زيد من الناس يرى لا، يقول لك والله لم تقم على فلان الحجة الرسالية ولم يناقش ولم نبين له ولم تنتفي الشروط أو توفر هكذا، يعني يمكن أن يكون هنالك اختلاف. أيضا على مستوى الأعيان بعيدا عن تنزيل هذا الموضوع، ستجد أن هذه النواقض نفسها ستختلف كما ذكرنا من شخص، فسنجد هنالك اختلاف بين العالم والجاهل في المكفر نفسه، فالذي يعلم المكفر والذي يجهل المكفر ليسوا سواء، بين المختار والمكره، فالذي فعل المكفر اختيارا ليس كمن فعله اضطرارا أو إكراها، الذاكر والناسي، فليس من والله مستذكر تماما بأن هذه من نواقض الإسلام، وليس كمن هو غافل وناسي عنها أو يوقع فيها خطأ وليس عمدا، وهكذا العامد والخاطئ. فأنت أمام عدة أشياء: الجهل، العلم، الذكر، الاختيار، العمد. هذه كلها 4 أشياء يمكن أن نجعلها كلها في مسطرة واحدة، ويتفاوت الناس بعد ذلك في هذه الأمور، والله أعلم. من عصر لآخر هل ممكن أن يختلف تفسير النواقض العشر؟ النواقض ستبقى نواقض، لكن يمكن أن يعني ستأتي بعض النواقض التي أو بعض الأحكام عند تنزيلنا فستأتي أفكار وستأتي فلسفات لم تكن مثلا معروفة في السابق وظهرت لنا الآن مثلا، فالناس يحكمون عليها.
قد لا تكون كما هو في كل عصر من العصور هنالك أفكار تظهر، ظهرت الدهرية وظهرت الوجودية وظهرت الماركسية وظهرت الشيوعية، يعني تظهر معك في كل مرحلة من المراحل. لكن ستلاحظ في نهاية المطاف لا يخرج الأمر من التكذيب بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ورفض الاتباع والاستسلام لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ستجد أن معظم القضايا التي نتكلم عنها في نواقض الإسلام إما تتعلق بالعقائد والتصديق، وإما أنها تتعلق بالإباء اللي هو كذب وأبى، كذب وعصى. أن هذين الأمرين اللذين اجتمعا في فرعون عليه لعنة الله كان إشكاليته كان في التكذيب، وكان كذلك هنالك أيضا الإباء اللي هو عدم طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالتالي ستلاحظ هذه المحاور كلها يمكن أن تكون في هذين الأصلين وتفصل على هذا الجانب، بمعنى الإباء فيما يتعلق بالأعمال والتصديق فيما يتعلق بالاعتقادات، لا تخرج من ذلك، والله أعلم. إذا لو كان في زيادة في العصور الأخرى ستكون بين هذه، يعني هل لها علاقة بالعقائد؟ نعم. أم لها علاقة بالأعمال؟ فهي بين الإباء والتصديق. نعم. جميل. هكذا. طيب، دعنا ننتقل إلى محور آخر، قضية التوبة. إذا فعل الإنسان لا سمح الله أحد هذه النواقض العشرة، هل التوبة هي نفس أي توبة أخرى أم أن لها شروط معينة أم ماذا؟ أولا نحب أن نؤكد بأن التوبة من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، بل كل الرسل سبحان الله من أهم ما اشتركوا فيه قيمة التوبة. نعم. يكاد من نوح عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام أهم ما يدعو إليه الأنبياء والرسل هو التوبة والاستغفار. ثم أيضا التوبة من الأشياء التي أتاحها الله سبحانه وتعالى لابن آدم من 4 قضايا تعتبر هي أصول المكفرات في هذه الدنيا. فالمكفرات في هذه الدنيا 4: التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. يعني في هذه الدنيا ليس لنا إلا هذه 4. فالتوبة تشكل ربع المكفرات الدنيوية، يعني ما دمت أنت حي. نعم. التوبة تشكل ربع المكفرات الدنيوية. وبالتالي الاهتمام بقضية التوبة والاهتمام بمقام التوبة والتذكير بالتوبة والحرص على التوبة باستمرار، ومقامات التوبة نفسها بين توبة الكافرين وتوبة المسلمين. يعني المسلم له توبته والكافر له توبته، والعاصي أيضا له توبته. فالكافر يتوب من الكفر ابتداء، والعاصي يتوب من الذنب ابتداء، والمسلم يتوب من التقصير ابتداء. يعني ستلاحظ حتى وهو في مدارج التوبة، ولكنه كتوبة التوبة التي خاطب الله بها سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا. فتوبة النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي التوبة الخواص، ليست توبة المعاصي والذنوب، لا. لما تاب الله تبارك وتعالى على رسوله وعلى أصحابه عليه الصلاة والسلام، هذه توبة الخواص التي يكون فيها أحيانا يقع الإنسان في ما هو يترك ما هو فاضل ويفعل ما هو مفضول، يفعل ما هو يترك ما هو أولى ويفعل ما هو دون ذلك، وهكذا. هذه نوع من أنواع التوبة. لكن العاصي ينتقل من معصيته إلى الطاعة، الكافر ينتقل من كفره إلى الإسلام. ما دام الأمر بهذا الشكل، يبقى في نهاية المطاف كيف يتوب صاحب الردة. صاحب الردة غالبا أنه كفر بباب معين، توبته متعلقة بالباب الذي كفر به. يعني مثلا من كفر بتركه للصلاة، على قول من يقول بأن تارك الصلاة كافر. هذا الذي حكمنا عليه بالكفر عن طريق بوابة الصلاة، مدخله إلى التوبة أنه يعود إلى الصلاة، يعود إلى الصلاة. فعودته إلى الصلاة هي البوابة التي يعود منها. كذلك الذي يحكم غير شريعة الله سبحانه وتعالى في حياته في مسيرته، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا أيضا مدخله أن يعود إلى بوابة تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى في حياته، في خاصة نفسه وفي عامة الناس. وهكذا كل المكفرات التي ذكرناها لا بد الإنسان الذي يريد أن يتوب ينظر إلى الباب الذي خرج منه حتى يدخل إلى دين الله عبر البوابة التي خرج منها، والله أعلم. جميل. إذن لا يوجد هناك شروط معينة. هذه أهم يعني هي طبعا شروطها، شروط التوبة هي عندك موضوع الشروط المعروفة ال3 شروط الأساسية للتائب. نعم. أولا الإقلاع عن الفعل الذي فعله، وهو دي أهم قضية، أنه لا يمكن أن يكون تائبا وقد
وهو مقيم على فعله أيا كان هذا الفعل الذي قام به. يعني هو إذا مثلا كأن يكون مكذبا بالرسول، مكذبا بالكتاب، منكرا لما هو معلوم من الدين بالضرورة، تاركا للصلاة على قول من يرى أن تارك الصلاة كفر، أو مكذبا بفرضية الصلاة إلى غير ذلك، أو مستحلا لمحارم الله سبحانه وتعالى كمن يقول بأن الزنا حلال والخمر حلال وأكل الربا حلال وأكل أموال اليتامى حلال إلى غير ذلك ممن يستحلون محارم الله. فأول شيء هؤلاء أولا عليهم إن كان إشكاليتهم في الاعتقاد أن يصححوا اعتقادهم، وإن كانت إشكاليتهم ليست في الاعتقاد عليهم أن يقدموا على العمل ويستسلموا لله سبحانه. فالجانب الأول هو الإقلاع عن معصية الله سبحانه أو الفعل الذي كفر به هذا الإنسان. الأمر الثاني العزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى، وهذه مهمة جدا، لها علاقة بالقلب ولها علاقة كذلك بالإرادات عموما، وهو أن الإنسان لا يكون مترددا في توبته، عليه أن يكون عازما قاطعا للأمر بحيث هو ينتقل من الدائرة التي هو فيها دائرة الإثم والذنوب والمعاصي والسيئات إلى دائرة الطاعات والأعمال الجيدة. النقطة الثالثة في موضوع التوبة أيضا كسائر اللي هي توبته بأن يكون نادما على ما فعل. يعني لا يمكن أن يكون شخص هو يقول أنا تبت وهو منشرح الصدر لما كان يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من حلاوة الإيمان. نعم. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، واحدة منها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه، كما يكره أن يعود في النار. كأنما لما كان في الكفر كأنه في النار. فتصور شخص في النار لو قلت له نريد أن نعيدك، أو ذاكرته نحو وضعيته عندما كان في النار ذاكرة سيئة جدا، وبالتالي هو يتمنى أن لا يعود ويندم على تلك المرحلة. فهذه 3 قضايا لا بد أن يقوم بها الإنسان. وهنالك طبعا قضية قد تكون متعلقة بالعباد، رد المظالم إلى أهلها إذا كان، لكن لا أظن ليس هذا الباب الآن. بتوبته هذه يكون عاد المرء إلى إسلامه بعد هذا الناقض، أم أنه يحتاج إلى إعادة إسلامه مرة أخرى؟ لا، هو بمجرد أن فعل رفع عن نفسه هذا، نعم، يفضل له بطبيعة الحال أن يجدد إسلامه، لأنه نقض إسلامه. نعم. فإذا ثبت كفره وثبت ناقضه، صحيح هو سيعود إلى البوابة نفسها. يعني عندما نستتيبه لا نستتيبه في قضايا الدين كله، نستتيبه في القضية التي هو ارتكبها، لكنه سيعود بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كأنما يجدد عهده مع الله سبحانه وتعالى بالاستمرار على الإيمان والاستمرار على الاستسلام لله سبحانه وتعالى والتزامه التوحيد، وكذلك استسلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. دعنا نسأل ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب ارتكاب نواقض الإسلام ال10؟ هو أهم شيء سبحان الله يؤتى الإنسان غالبا في هذه القضايا من بوابة الجهل. نعم. الجهل هو العدو الأول الذي يجعل الناس يعني يقعون في الذنوب، يقعون في المعاصي، يقعون كذلك في الردة، لأن الإنسان الجاهل يؤتى من حيث جهله. فالنقطة الأولى إذا أردت أنت أن تحمي نفسك من هذه الذنوب وهذه المعاصي، لا بد من أن تتعرف على أحكام الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هنا فاعلم أنه لا إله إلا الله بشكل أساسي داخل فيها نواقض الإسلام. يعني لا بد أن تتعرف على نواقض الإسلام، تتعرف على لا إله إلا الله تفصيلا، ما هو الذي يدخلك في لا إله إلا الله، ما الذي يخرجك من لا إله إلا الله. فهذه لا بد من العلم بها. إذن النقطة الأولى لتحصن نفسك هو موضوع العلم، وهو طبعا كما ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله يقول باب العلم قبل القول والعمل. لا بد الإنسان أن يدخل إلى العلم ويزود نفسه بالعلم ويحرص على أن يجدد علمه باستمرار. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أيضا يؤتى منها كثير من الناس والعياذ بالله، هو جانب اتخاذ الدين هزلا. لا يبالي الإنسان في هزله وفي لعبه بين أنه والله القضايا التي يهزأ أو لا يتعامل فيها بجدية ليست هي قضايا دنيوية، بل تكون قضايا دينية تتعلق بالله، تتعلق برسول الله، تتعلق بالإيمان، تتعلق بالإسلام. هذه القضايا ليست مساحة للهزل، وبالتالي الإنسان لا بد أن يكون فاصلا في أمره بأن والله الله عز وجل يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فما دام أن هذا الأمر هو جد
وهو ليس بالهزل، لابد أن يتعامل معه الإنسان فليجعل مساحة لعبه في دائرة المباحات لا دائرة الكفر والإيمان والحلال والحرام. هذه أيضا من الأشياء المهمة جدا. أيضا المراقبة، بعض الناس يغفل عن مراقبة نفسه، لا يراقب لسانه، لا يراقب تصرفاته، لا يراقب أيضا حركته، أحيانا لا يتحكم في إرادته، فأحيانا تجده يدخل في غضب ربما يخرجه من دائرة الصواب. أيضا فهذه ربما ثلاثة قضايا أنا في تقديري مهمة جدا: مسألة العلم، مسألة اجتناب قضايا اللعب والهزل، المسألة الثالثة المراقبة لأعمالنا وأفعالنا وأقوالنا حتى لا نقع من حيث لا، يعني أحيانا قد يقول الإنسان كلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70 خريفا في جهنم. النقطة الثانية هي الجدية اللي ذكرتها، ممكن تفصلها بشكل أكثر؟ موضوع الجدية يعني مثلا الآن عندك بعض الناس مع أصحابه، شخص مع أصحابه تجده يتكلم مثلا باستهزاء عن كتاب الله، باستهزاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، باستهزاء عن المتدينين. أحيانا يبلغ به الأمر أن يستهزئ بالله، وأن يستهزئ برسول الله، وأن يستهزئ بكتاب الله. بل بعض الناس قد يذهب ليجعل ذلك كوميديا كاملة في النكات. هذه ليست مساحات للعب، هذه المساحات ليست مساحات لعب. مساحات الدين هي مساحات الجد، مساحات العزم، مساحات الصرامة، مساحات أن الإنسان يجب أن يتورع فيها ولا يوغل فيها. لماذا؟ لأن من دخل من السابقين في هذه الملفات حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر عندما قال لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم. فالإنسان هذه المساحة يجب أن يتجنبها. وبالتالي النكات، أنا في تقديري النكات يجب أن تبتعد عن عن مساحات الدين. لا تجعل نكاتك فيما يتعلق بكتاب الله، لا تجعل نكاتك فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعل نكاتك في قضايا الملائكة، عالم الغيب. لا، هذه المساحات ليست مساحة للتنكيت أو الهزل. اجعل المساحات على كل المباحة هي إن شاء الله التي ممكن يكون في هذا الجانب. جميل. هل يوجد عقوبات دنيوية أو أخروية مترتبة لمن يرتكب إحدى هذه النواقض؟ هي عقوبتها على كل، في كل الأحوال هي عقوبة الردة. عقوبة الردة، عقوبة الردة يعني فيها جانب أخروي: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فعندما يرتد الإنسان والعياذ بالله يواجه مقت الله سبحانه وتعالى، يواجه غضب الله سبحانه وتعالى، يواجه لعنة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون قد أحبط أعماله والعياذ بالله. ومن حبط عمله بطبيعة الحال فإن مآله إلى النار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا النار وعذابها. فهذا الجانب الأول. والجانب الأخروي العقوبة الأخروية. وفي كل الأحوال سواء كان وقعت على الإنسان العقوبة الدنيوية أو لم تقع عليه، فإن العقوبة الأخروية هي التي يجب أن يضع لها الشخص أكبر همه. مسألة الدنيا سهلة، مسألة الدنيا يعني ستمضي بكل ما فيها، ولكن من خسر الخسران الحقيقي هو من خسر الآخرة، ومن ضيع الآخرة، ومن لم يفلح في الآخرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي يفلح هو من نجا من خسران الآخرة. ولذلك هذا الجانب يحتاج حقيقة إلى وعظ وإلى تذكير وإلى اهتمام بشكل مستمر. الجانب الثاني هو موضوع الردة وعقوبتها الدنيوية، وهو يخضع للجانب القضائي. يعني هي ليست مسألة فتوى يصدرها الإنسان، وخصوصا في ظل وجود سلطان حاكم للمسلمين لا بد موضوع الردة أن يذهب إلى الساحات القضائية. والسبب في ذلك أن المسألة لها علاقة كما قدمت في بداية الحلقة، لها علاقة بموضوع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذه لا ينظر إليها المفتي بقدر ما ينظر إليها القاضي. القاضي سينظر إلى الأسباب، سينظر إلى العوامل، سينظر إلى كذا: هل فعلها غاضبا، هل فعلها جاهلا، هل فعلها ناسيا، هل فعلها قاصدا، إلى غير ذلك من القضايا التي هي مهمة القاضي. ثم يمنح القاضي أيضا فرصة لهذا الشخص أن يتوب، فرصة لأن يتوب. بينما المفتي ليست هذه، يعظ ويذكر، لكن ليست مهمته إنزال الأحكام. فالمفتي مهمته سيقول البيان العام في الأحكام، سيقول هذا الفعل كفر، نعم، ولكن القاضي سينزل هذا الحكم على هذا المكلف بأنه والله كافر أو ليس كافر. فإن لم يكن كافرا أطلق سراحه وعزره إذا كان أيضا، حتى ما إذا كان دون عقوبة القتل
أيضا قد تكون هنالك عقوبات تعزيرية، كمن ذكرنا الآن مثلا كان يلعب، كان يهزل، كان كذا، فهو قد يتوب من هذه الردة التي وقع فيها، وقد يعطيه القاضي هذه الفرصة، ولكن أيضا قد يقوم بتعزيره، كأن يجري عليه عقوبات معينة حتى يدرك هذا الشخص أنه والله الأمر ليس سهلا، وعليه أن يجتنب النواقض هذه التي تكلمنا عنها. جميل، شاكرين لكم دكتور حسن. قبل أن نختم الحلقة نأخذ سؤال من خارج البرنامج. رسائل يقول: هل يستطيع الإنسان قضاء الست من شوال لمن فاته صيامها؟ موضوع قضاء الست من شوال، طبعا نحن الآن انتهت، يبدو لي انتهت المدة، مش كده؟ انتهت اللي هو شوال. نعم. هل يوم 29 ولا 30 ولا 1؟ والله الظاهر في لا، يبدو لي على كل قد نكون على مشارف النهاية إن لم يكن انتهى. وبالتالي هنا يأتي فعلا الأسئلة. كثير من الناس سبحان الله هو يود أن يصوم هذه الأيام، ولكن قد تشغله الشواغل، قد ينسى، قد يكون مشغول، قد يكون مريضا، قد يكون عنده قضاء، وهو من الذين يرون تقديم القضاء على النوافل إلى غير ذلك من الأسباب. وأعرف حقيقة أن جاءتني كثير من التساؤلات، خاصة ممن لهم أعذار، هؤلاء الذين لهم أعذار. نحن الآن لا نتكلم عن الذي ليس له عذر وليست له رغبة في أنه والله يصوم، لكن شخص عنده الرغبة وعنده كذلك الإرادة أنه والله يحقق، ولكن لم يتحقق له ذلك. فالصحيح الذي على كل، المسألة فيها 3 مذاهب. المذهب الأول الذي يقول لا حرج في القضاء، وهذا قال بعد شوال. بعد شوال. نعم، لا حرج أن يقضيها بعد شوال، وهذا مذهب معتبر، وهو الذي نميل إليه، أن الإنسان بعد شوال يمكن أن يصوم. قال به عدد من المالكية، وقال به كذلك عدد من الشافعية، وخاصة إمام الرملي وهو من علماء الشافعية، قالوا بهذا القول، ورأوا بأن تحديد شوال هذا من باب إنه والله زي ما أنا أقول لك والله ركعتين بعد صلاة الظهر، ركعتين بعد صلاة العصر، لكن من لم يصليها مباشرة ربما يصليها متأخرا، ومن لم يصليها ما بين الصلاتين قد يقضيها بعد العصر مثلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته نافلة كان يلتزم بها، كان يحرص على قضائها. جميل. فلذلك هذا القول يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التيسير، لأن الشخص مباشرة بعد رمضان سيكون فهذا المذهب يرى أنه والله من قضاها خارج شوال كمن قضاها، كمن قام بها في شوال، حتى من حيثنا. وقولهم هذا أيضا معزز بأن والله النوافل تقضى، ورمضان نفسه الذي نحن نريد أن نصوم بعده هو نفسه إذا لم نصومه سنقضيه، أليس كذلك؟ خارج وقته. كذلك قالوا بأن الحديث في أساسه الحسنة ب10 أمثالها، فقضية ال6 من شوال نلحقها برمضان من باب أنه والله صمنا 30 يوم تعادل 300، وبقي لنا 60 يوم، فنحن مطالبين ب6 أيام في كل الأحوال. وبالتالي الفلسفة العامة لموضوع ال6 تسمح لنا بأن نقول يمكن للمسلم أن يقضيها خارج الشوال. هؤلاء رأوا ما في فرق بين شوال وبين غيره. المذهب الثاني قال والله يمكن أن يقضي ويجوز للإنسان أن يقضي، ولكن الأجر ليس سواء، ليس من صام في شوال كمن صام أو كمن قضاها بعده. هي صحيح أنه تقضى ويمكن الإنسان أن يقضيها، ولكن ليس من صامها في شوال كمن صام، كأنه في الدرجة ليس سواء. القول الثالث وهو يبدو قول الحنابلة، هؤلاء قيدوا المسألة بأن والله الحديث يقول في شوال، فالمسألة في شوال. ولكن الصحيح الذي نميل إليه ونفتي به الناس إن شاء الله هو أن أمامكم أيضا ذو القاعدة، أمامكم العشر من ذي الحجة الفترة القادمة، فمن لم يتمكن من صيام ال6 من شوال يمكن أن يدخل إن شاء الله في الفترة القادمة في صيامها والقضاء فيها، ويكون إن شاء الله قد أدرك صيام الدهر بإذن الله تبارك وتعالى. نشكر لكم هذا الحضور وهذا التقديم فضيلة الشيخ. الله يجزيكم الله. شكر موصول لكم أنتم متابعين الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. نلتقيكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
ah 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 ah